الظرف صعب والألم أصعب، والحالة بالتأكيد لا تسمح لمشاهدة الأفلام سواء كانت في السينما أو حتى في التلفزيون، لكنك من الوقت للتاني تقدر إنك تخطف لحظة أو إنك تتكعبل في فيلم نفسك تشوفه وتتفرج عليه. والسنة دي وعلى الرغم من أن الحرب بدأت في النصف الأخير من السنة، إلا إن حتى الأفلام اللي سبقت 7 أكتوبر ما كانتش مشجعة على الإطلاق للفرجة. عشان كده يمكن الصدفة هنا هي اللي خلتني أتفرج على فيلم واحد من الخمسة اللي علموا معايا السنة دي. كان في فيلمين تانيين دون المستوى اتفرجت عليه، فمفيش داعي إن أنا أجيب سيرته. ونبتدي من رقم 5. من الصعب جدا إنك تختار أقل الأفلام لواحد من المخرجين المفضلين عندك، بل بيعتبر أعظم المخرجين اللي عصروا السينما من فترة الستينات لحد النهاردة. يمكن فيلم Killers of the Flower Moon أكثر فيلم منتظر السنة دي، خصوصا بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي، واللي لاقى الكثير من استحسان الجمهور والنقاد مع بعض، فيحصل نوع من الإحباط أما بيتعرض في السينما. فطول مدة الفيلم بالإضافة للنهاية الغريبة جدا خلت الواحد مشوش جدا. فمارتن سكورسيزي حب جدا انه يقدم قصة متكاملة جدا عن اهم قضية امريكية في التاريخ، واللي بتتشابه ظروفها مع الظرف الصعب اللي بنعيشه اليومين دول، ومع وجود اهم الممثلين العظام بالاضافة لاهم ممثل السنة دي بنتوح حقيقي في تفاصيل كتير جدا. يمكن لو في وقت مناسب نشوف الفيلم ده على رواقة في التلفزيون نقدر نقيم الفيلم ده بشكل افضل. اما بتقلب كده في القنوات وتلاقي فيلم كده تقدر تضيع بيه وقتك الفاضي، فتكتشف انه فيلم في غاية الروعة، وتشوف انه خير ختام لأهم سلسلة اكشن حصلت في العقد الاخير. جون ويك تشابتر 4 من المفاجآت السارة جدا لكل عشاق السينما بشكل عام، مش بس لأساليب الإثارة والتشويق المبتكرة واللي امتاز بيها كيانو ريفز، ومع المفاجأة الأخرى دوني دين أو إيب مان، ولكن أيضا عظمة القصة والحبكة وكيفية إنك تقفل سلسلة أفلام أثارت انتباه كل جمهور السينما في العالم، حتى خلاك تنسى مؤقتا ضعف الجزء الثالث النسبي. ومع وجود ممثلين كبار زي لورنس فيشبرن وإيان ماكشين، بيكون جون ويك هو أفضل أفلام بطل ذا ماتريكس. مع اقتراب موسم الجوائز بيكون عندك الفضول المناسب إنك تشوف الأفلام المترشحة، ولو إننا تجاهلنا أفلام الأجندة الواضحة قدامنا بتكون عندك فرصة كويسة إنك تشوف وتكتشف فيلم رائع يمكن إحنا اتكلمنا عنه قبل كده. يمكن مشكلته الوحيدة هي رتمه الهادي واللي بيمتاز بيه مخرجه، وبينضم لسلسلة أفلامه الخفيفة. لكننا ما نقدرش ننكر إن فيلم The Holdovers هو من أفضل أفلام السنة، ومع وجود ديفاين جوي راندولف المرشحة الأولى لنيل جايزة الممثلة المساعدة، بيكون بول جياماتي لديه فرصة واضحة جدا للظفر بجائزة التمثيل الرئيسي. حتى في وجود اسمين كبار زي ليوناردو دي كابريو وبرادلي كوبر، فالأداء السلس جدا والسهل الممتنع أتمنى أنه يرجح كافة نجم الفيلم في الفوز. وإذا كان في خلاف وتباين في آراء النقاد والجمهور على آخر أفلام مارتن سكورسيزي، فالوضع مختلف تماما بالنسبة للفيلم القادم وهو أفضل أفلام عام 2023. لازم أعترف إن أوبنهايمر بعتبره تجربة فريدة من نوعها، حتى من النادر جدا إني أشوف فيلم مرتين في السينما وأبقى مستني أشوفه كمان في التلفزيون، حتى بالرغم من إنه مش أفضل أفلام كريستوفر نولان من وجهة نظري، ولكنك في النهاية بتقدر مجهوده حتى في كتابة السيناريو وما بيبقاش فيه لحظة مملة واحدة. وتقدر كمان فريق التمثيل، وأنا أقصدهم كلهم الحقيقة، حتى وإن بان لمعان روبرت داوني جونيور في الأفق. أما بالنسبة لخروج الفيلم من سباق المؤثرات البصرية فده شيء طبيعي جدا أكيد، خصوصا بعد مشهد انفجار القنبلة. والفيلم ده كان هيكون رقم واحد لولا ظهور الفيلم الأخير اللي بتتوفر له كل المزايا، إنه يكون متكامل جدا، إنه يكون فيه تفاصيل واضحة وبسيطة في مدة لا تزيد عن الساعتين إلا ربع. وكان من النادر جدا إني أشوف فيلم رومانسي وأتأثر جدا بأحداثه، خصوصا في مشهده الأخير، ويخليك تقدر الأعمال اللي كوريا بتقدمها حتى وإن كان في تناول رؤية معينة غريبة بعض الشيء عن الأقدار.
ففيلم Past Lives بعتبره الفيلم الأفضل، والحق يتقال إني استمتعت بكل لحظة فيه وبكل تفصيلة بتحصل، حتى بقيت مشدود لنهايته واللي هيفضل في الذاكرة لفترات طويلة. وشايف إننا هنكون في انتظار ترشيح لجريتا لي الممثلة الكورية ومعها سيلين سونج المخرجة وكاتبة السيناريو. وبكده أكون خلصت. أتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم، على إننا نتلاقى في أفضل حال ونكون إن شاء الله السنة الجاية منصورين. آسف على الإطالة.